حمدا لمنزل الدنا والضيق ومنزل الشفاء والطوائف حمدا لمنزل الدنا والضيق ومنزل الشفاء والطوائف من غمر العباد بالدعاء ليصبروا به عن البلاء ثم على من حيث مصص مرض يبرأ بلا بد وفاز بالفرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي الولاء محتاج ذو الأصحاب للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا مولى المجيب داعي وأشتكي إليه ما من الضرر هل مسني أتى أراني مفتقر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي إيمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النهم مكان ما نخاف من شر النهم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحس على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الضائع ولا تهافنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الكفر وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم بهم خوفا وحزنا هاجلا ونجهم وافهم والتف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أقدامهم لا تقدر على بلاغك لطف يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك منه ناس أحدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأقبل الخبائث فلا تواخذهم بما لا ينفذ ولو هم بالذي لا ينفذ يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين قرا لنا أخينا فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في الحفاظ والمسلمات في ازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناسهين واجعل جميع الناسهين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأهلنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم بنا هدى وخيرا وكفهم بنا أذى وطيرا وأهلنا بحبهم لوجهك وأهلهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع الإخوة ونصبي في رحمة اليوم اشتداد نصبي واجعل لنا هنا وغنى غزا ذاهبة تفضلا فنوزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما نغاب من بلا شفاء واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوابد بلا تنازل ولا تفاصل
ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير المسلمين خاشعين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهمي وكفنا المظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المحبوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبره الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أبلغ المسعود بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء يا من يروم دف كل داء فلا تفارق عن لب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأرزقنا الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه